اليوم 20 سنة بعد الخطاب الملكي المؤسس لفترة جديدة لتنمية جهة الشرق، كنحتفلوا بتدشين أول مصنع لصناعة أجزاء السيارات في الجهة الشرقية، بالدليل والبرهان تبين أن هذه الجهة يمكن لها تستقطب استثمارات ديال شركات عالمية اللي كتصدر في العالم بكل تنافسية وبكل جودة، وأيضا بكل كفاءة. كاين كفاءات هنا اللي من بعد أسابيع قليلة بينوا أنهم في مستوى الإنتاجية العالمي بدون أي خلل في الجودة، يعني بالدليل والبرهان تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية. الجهة الشرقية يمكن نقول الآن أنها جهة اللي يمكن لها تستقطب كل المستثمرين اللي محتاجين الكفاءات واللي كينتجوا قطاع أو منتوج كامل للتصدير وللسوق الوطني. ترتيب شركة عالمية متواجدة في المغرب منذ 1999 مدينة طنجة بالضبط، واليوم متواجدة من غير طنجة اللي عندنا فيها 4 معامل. كاين معمل كذلك في قنيطرة وفي مكناس. واليوم كما لاحظتوا معنا ولا كما حضرتوا معنا فحفل ديال الافتتاح الرسمي ديال العمل بالمعمل الجديد ديالنا اللي موجود في وجدة الجهة الشرقية. هذا الانجاز اللي شفتوه اليوم اللي حضرتوا ليه فهو طبعا ما جاش من فراغ. وفي التصريح ديالي كنود انني نشكر جميع الجهات اللي ساعدتنا من النهار الاول، السيد الوالي، السيد رئيس الجهه، جميع الادارات العموميه واللي سهلوا لنا الطريق، طبعا الجامعه والمؤسسات التعليميه الى اخره، اننا لقينا يد المساعده وتمكنا في ظرف وجيز اننا نبداو نشتغلوا. اليوم عندنا 600 عامل وعامله يعني شغل بصفه مباشره، والهدف ديالنا من هنا لاخر السنه ان شاء الله نوصلوا ما بين 3300 3500 عامل وعامله. طبعا ملي كنقولوا الجهه الشرقيه كنقولوا طبعا العامل يد العامله ديال الشرق، فهاد يعني حنا غنساهموا ولو بقليل اننا نقصوا من يعني البطاله في المنطقه. والهدف ديالنا الاسمى انه من بعد نكونوا قاطره للمستثمرين الجدد في هذه المنطقه هذه اللي حقا كتستاهل كل خير.